السلام عليكم، عدنا لكم مجددا بمجموعة من أغرب الحيوانات حول العالم. ستندهش من قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه. وبعد مشاهدتك للفيديو أخبرنا في التعليقات عن أغرب حيوان أدهشك. ولا تنسى دعم المقطع بليك والاشتراك بالقناة، ولا تنسى أيضا ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هيا بنا لنتابعه. حالة من الذعر حول العالم تسبب فيها نشر صور الخنزير القردو الذي ولد بجسم خنزير ووجه قرد في إحدى مزارع مقاطعة غويتشو الصينية التي تملك قطيعا كبيرا من الحيوانات، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يولد فيها مخلوق بهذا الشكل المخيف. نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطع فيديو لعنزة صغيرة ولدت بوجه بشري، حيث لديها وجه مسطح وفم وعينان تشبه الإنسان. وقالت الصحيفة أن العنزة السوداء ولدت في عام 2017 في قرية نيموديا على مشارف جيبور في راجستان بالهند. ونشر مالك العنزة موكيش براجاباب مقطع فيديو قصير يظهر العنزة السوداء القصيرة ذات الوجه الغريب داخل كوخه في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهي تتعثر في جميع أنحاء الغرفة وتلوح بذجلها القصير. ويرى أطباء أن هذا التشوه الظاهر على وجهها قد يكون عائدا إلى عيب خلقي نادر يسمى سايكلوبيا، والذي عادة ما يتسبب في تكوين عين واحدة على الجبهة. وقام بعض أهالي القرية بعبادة تلك العنزة المشوهة اعتقادا بقدسيتها، فيمكن اعتبار الماعز حيوانا مقدسا في الهند، على الرغم من أن الهندوسية تسمي البقر والقرد والثعابين والفيل والنمور من بين أقدس الحيوانات الخمسة. ومع ذلك تتم تسمية الماعز في جزء من النصوص الدينية الهندوسية كحيوان له أهمية. التقطت كاميرات المراقبة صورا لمشتر آسيوي صغير في فيتنام، وهو حيوان لم يره العلماء منذ أكثر من 25 عاما، وفق ما أفادت دراسة نشرت الاثنين في مجلة نيتشر إيكولوجي أند إيفولوشن. وهذه الثدييات المعروفة أيضا بالفأر الغزالي موجودة فقط في فيتنام، ونادرا ما تجرى دراسات عليها. تحتفل هذه السلحفاة ذات رأسين بعيد ميلادها 25 هذا الأسبوع لتصبح أقدم سلحفاة ثنائية الرأس في العالم. تعيش السلحفاة في متحف جنيف سويسرا، ولديها رأسان وقلبان ومجموعتان من الرئتين وجهاز هضمي واحدا.